شاب في اخر العشرينات، صحي، مش مدخن، شغله ضاغط شويه بس عادي. كان متعود ينام حوالي 5 أو 6 ساعات في اليوم، مش سهران 24 ساعه، يعني مش مرهق من الاخر. وكان شايف ان ده معدل طبيعي وهو متعود عليه. وفي ليله عاديه هو سايق العربيه بتاعته على طريق سريع، الدنيا هاديه، الطريق مستقيم، مفيش زحمه ومفيش مطر. هو مركز فاتح الراديو وعينه مفتوحه، وفجاه دماغه بتدخل في حاله اسمها مايكرو سليب. والمايكرو سليب مش نوم عميق، يعني مش بيقفل عينه لمده دقيقه مثلا، ده هي بس مجرد ثانيه او ثانيتين. لكن في خلال الثانيتين دول القشره المسؤوله عن العمل بتتوقف تماما. العين ممكن تفضل مفتوحه والايد على الدركسيون، لكن الوعي مش موجود. العربيه بتنحرف شويه، بتخرج عن المسار، وفجاه هو يصحى. بس للأسف الوقت كان متأخر. حادث مميت على طريق سريع، وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات أثبتوا الآتي: إن السبب ورا اللي حصل ده لا كان لا كحوليات ولا عطل موجود في العربية. السبب الوحيد هو الحرمان الجزئي المزمن للنوم. مش ليلة واحدة من السهر، لكن لأنه كان متعود ينام كل ليلة 5 أو 6 ساعات بس. أنا دكتور منعم، وأنت بتسمع حلقة جديدة من بودكاست عقلية، البودكاست اللي هدفه يستثمر في عقليتك في كل جوانب الحياة. وقبل ما ندخل في الحلقة، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتساعدنا نوصل ل 500 ألف مشترك قبل نهاية السنة، وتدعمنا إن المحتوى ده يفضل يتقدم لك بشكل مجاني عشان يساعدك في حياتك. ماتيو ووكر في كتابه لماذا ننام واي وي سليب بيقول انه احنا الكائن الوحيد اللي بيحرم نفسه من النوم بدون اي مكسب حقيقي. وزي ما بيقول، اخطر تأثير للنوم انك مش بتدرك اصلا ان عندك تدهور في النوم. وللاسف ده مش رأيي، ده تم اثباته عن طريق تجارب وابحاث كتير. بس قبل ما ندخل في الحلقة، خلينا اختبرك اختبار سريع. جاوب على الاسئلة الجاية بنعم او لا. رقم 1، هل بتحتاج منبه كل يوم عشان تصحى؟ رقم 2، هل بتختلف مواعيد نومك بين يوم والتاني اكتر من ساعة؟ رقم 3، هل بتعوض نومك في نهاية كل أسبوع؟ يعني بتنام في نهاية الأسبوع أكتر من الأيام العادية؟ السؤال الرابع، هل بتستخدم تليفونك كل يوم قبل ما تنام على السرير؟ لو جاوبت بنعم على 2 أو أكتر، فأنت عندك حاجة من 2: لا إما ساعة بيولوجية مضطربة، لا إما عندك حاجة اسمها دين نوم مزمن. وده اللي هتفهمه في حلقة النهاردة. الحلقة دي مش عن نام بدري ولا شوية نصايح تاخدهم سريعا كده عشان تروح في النوم. الحلقة دي عن 3 أسئلة رئيسية. أول حاجة هي إيه المخاطر الحقيقية لقلة النوم أو اضطرابه؟ مش التعب بس، لكن إيه تأثيره على الدماغ والقلب والعمليات الصحية واتخاذ القرارات. 2، هو ايه النوم اصلا؟ وايه اللي بيحصل في الدماغ اثناء النوم العميق واثناء مرحله اسمها مرحله الريم سليب؟ وليه احنا فعلا محتاجينه وما بنقدرش نعوضه من اي عمليه حيويه تانية؟ والمحور الثالث يا صديقي، ايه هو الارق؟ هل هو زيادة نوم بس؟ عدد ساعات نوم يعني؟ وليه بتفشل كتير من النصايح اللي بتاخدها وبتحاول تجربها على ستايل النوم بتاعك؟ واخيرا، ازاي نعالج كل ده بدون ما تحتاج لمنومات أو مصادر تانية تشوفها؟ كأنه كراش كورس عن النوم. خلينا نبدأ. الخطر الأول اللي في مشاكل النوم، واللي اتذكر في أكتر من دراسة واتذكر في كتاب واي وسليب بتاع ماتيو ووكر، اللي يعتبر واحد من أشهر الكتب اللي اتكلمت عن النوم في العالم، هو إنك مش بتدرك أصلا إن أنت عندك تدهور في النوم أو في جودة عدد ساعات النوم بتاعك. وده اللي بيقوله ماتيو ووكر في مقدمة الكتاب، إن أخطر جانب في الحرمان من النوم هو أنك لا تدرك أنك متدهور. والفكرة دي تم اختبارها في دراسات كتير. أولهم كانت دراسة اتعملت من أكتر من 23 سنة، بيختبروا فيها إيه اللي هيحصل لو قللنا عدد ساعات النوم بشكل تدريجي. وقسموا المشاركين في التجربة ل3 فئات: جروب هينام 8 ساعات، ثم 6 ساعات، ثم 4 ساعات لمدة 14 يوم كامل. وكان بيتم قياس الأداء المعرفي زي الانتباه، سرعة الاستجابة، الأخطاء، والنتيجة كانت فعلا مرعبة. المجموعة اللي نامت 6 ساعات بشكل متواصل على مدار ال 14 يوم بتوع التجربة، وصل أدائها بعد أسبوعين لمستوى أشخاص كانوا سهرانين 24 ل 36 ساعة. والمفاجأة إن المشاركين دول ما قالوش خالص إنهم حسوا بتعب زيادة في خلال أيام التجربة. يعني الأداء انهار، لكن الإحساس الذاتي بالمشكلة ما كانش موجود. واتكررت الدراسة بعدها بحوالي 10 سنين، بس كانت بقى وقتها مراجعة منهجية لمشاكل الحرمان من النوم. والنتيجة إن الحرمان الجزئي من النوم بيؤدي إلى تدهور تدريجي في الانتباه المستمر، أو حاجة هم سموها لابسز، لحظة انقطاع قصيرة في الانتباه. ودي شبه المايكرو سليب اللي حصلت للشاب اللي بدأنا بيه الحلقة. شاب صحي مش مدخن، متعود بس إنه ينام 5 أو 6 ساعات، مش هيحس إنه هيتعب، ولكن في لحظة هيجيله لابسز ثانية أو ثانيتين، والقصة بعدها تنتهي. وبيقول ووكر في الكتاب إن دماغك مش بياخد إذنك عشان يقولك إن أنا تعبت. عندما يتراكم ضغط النوم، قد يطفئ نفسه لحظات قصيرة قسرا.
وفي نفس السنة اتعمل دراسة عن تأثير الحرمان من النوم على الفص الجبهي، ولقوا فعلا إنها بتقلل من نشاط الفص الجبهي الأمامي والمسؤول عن حاجات زي اتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات والقرارات المنطقية على مدار اليوم. وفي المقابل بتزيد الاندفاعية، فكأنك مش بس بتخسر جودة قراراتك ولكن بتعمل قرارات غير منطقية، مع إن هدفك الأساسي في كل المحاولات بتاعتك إنك تنجز الشغل بتاعك. وده اللي بيقودنا لمستوى أعمق من الخطر. عدم الانتظام في النوم بيؤدي فعلا إلى اضطراب في الجسم وأدائه نفسه. يعني مثلا من مصادر علمية إن الساعة البيولوجية مش بس موجودة في الدماغ، ده كل خلية من خلايا جسمك ليها توقيتها الخاص. الهرمونات الميلاتونين والكورتيزول بيتحركوا في موجات دقيقة جدا في جسمك. والسؤال دلوقتي إيه اللي بيحصل في جسمك أما بس تقرر إنك تغير مواعيد نومك؟ دراسة اتنشرت سنة 2020 كانت بتدرس تأثير التغير بتاع مواعيد النوم على صحة القلب، ولقيت الآتي: العينة اتعملت على أكتر من 60,000 شخص مش بس عندهم اضطراب في عدد ساعات النوم ولكن في المواعيد اللي هم بيناموا فيها، ولقوا إن عندهم أعلى نسبة من المخاطر المؤدية لأمراض القلب حتى بعد ما ظبطوا عدد ساعات النوم. بس في دراسة اتعملت بعدها بسنتين على أكتر من 80,000 شخص صعدوا الموضوع شوية ودرسوا ارتباط نفس السبب بس بمعدلات الوفاة، والأعمار بيد الله، بس لقوا فعلا إن اضطراب في مواعيد النوم والجودة بتاعت النوم أدى لزيادة معدلات الوفاة مبكرا بعد كده، حتى لو كان متوسط النوم 7 ساعات. واللي بيقوله ماتيو ووكر في الكتاب إنه كأنه جيت لاج مزمن، مع إنك أنت أصلا مش مسافر، دماغك في كل ليلة بتحاول تعيد ضبط المصنع ولكن للأسف بلا فائدة. والمفاجأة اللي اكتشفوها في دراسة تانية أما قاسوا مؤشر انتظام النوم، لقوا إن انخفاض الانتظام مرتبط أكتر باضطراب الساعة البيولوجية حتى لو كان عدد ساعات النوم منتظم. فالنوم مش مدة، النوم إيقاع، ولو الإيقاع ده اتكسر الهرمونات بتتكسر ومفيش حاجة بتصلحها. وللأسف مش بس أمراض القلب، في دراسة تانية اتعملت على ارتباط الحرمان من النوم بمرض زي مرض السكر. جابوا مجموعة من الشباب وخلوهم يقللوا عدد ساعات النوم بتاعهم لمدة 4 ساعات بس كل يوم لمجموعة من الأيام، وبعدها تم قياس نسبة استجابة الجسم للجلوكوز، ولقوا إن تأثير الأنسولين على الخلايا وقتها كان أشبه بحالة ما قبل مرض السكري. يعني بعد أيام قليلة من الحرمان العنيف في النوم الجسم تقريبا بقى في حالة ما قبل مرض السكري. وده اللي اتكرر في دراسة بعدها بكام سنة على العمليات الحيوية للجسم. فاللي يبان ليك دايما انك مش بتأجل النوم بدون تمن. تحس ايه المشكلة؟ يعني لو أجلت او قللت عدد ساعات النوم النهاردة مش هدفع تمن بكرة، مفيش جزء هتدفع بكرة، ولكن للأسف الضريبة هتدفع وغصب عنك في يوم من الأيام. والفكرة ان النوم عملية انسحاب تدريجي من اليقظة، لكن انت بتروح للسرير بتسكرول على تليفونك ساعة ساعتين، شفت مجموعة من المستثيرات والتحفيز العصبي ومستني الاستجابة انك تروح في النوم. لكن في كل الدراسات اللي اتعملت اثبتت ان في ارتباط ما بين الضوء الازرق اللي طالع من الاجهزه الالكترونيه زي التليفون بغض النظر خالص عن المحتوى، وبين اضطراب في مستوى الميلاتونين، تاخر في بدايه النوم، كمان انه اليقظه نفسها بتصحى من النوم بتاعك مش فايق، فمعدلات الاداء بتاعتك وصحتك بتنهار وبتتسحب منك واحده واحده وانت مش واخد بالك. السؤال المهم دلوقتي، لو كان النوم بالاهميه الكبيره قوي دي، فليه اما كتير مننا بيحاول يدخل في النوم للاسف مش بينجح؟ وعشان تفهم الاجابه على السؤال ده لازم تفهم هو ايه النوم اصلا. الصوره النمطيه اللي في دماغنا ان النوم كانك بتشيل الفيشه، عمليه اطفاء تام لدماغك وللعمليات الحيويه. لكن علم الاعصاب بيقول لنا والله شويه معلومات مختلفه عن ده. بيقول لك النوم حاله نشطه جدا بيتم فيها عمليه اعداد وترتيب للطاقه والمعلومات داخل دماغك، لدرجه ان ماتيو ووكر بيقول في الكتاب ان النوم ليست رفاهيه تطوريه ولكن شرط اساسي لاستمرار عمل الدماغ. وعلميا النوم ليه محركين رئيسيين، اول حاجه اسمها سليب بريشر او ضغط النوم، والحاجه الثانيه الساعه البيولوجيه. ضغط النوم ده بيتراكم كل ما بتزيد فتره الاستيقاظ. في ماده جوه دماغنا اسمها الادينوسين، الماده دي كل ما معدلها يزيد جوه دماغك كل ما تحس اكتر بالنعاس. ولو عايز تفهم القهوه بتاعتك بتشتغل ازاي، القهوه دي بتحجب مستقبلات الادينوسين فبتحسسك بالفوقان والطاقه. اما العامل الثاني وهي الساعه البيولوجيه فهي اللي بتحدد احنا امتى لازم ننام. فالنوم ببساطه بيحصل لما يكون في سليب بريشر او ضغط نوم عالي وساعه بيولوجيه متزنه بتوقيت محدد لازم تدخل تنام فيه. ولو واحد من الاتنين اختل اكيد النوم في الاخر هيختل. الفكره بقى ان الساعه البيولوجيه دي مش موجوده بس في دماغك، هي موجوده في كل خليه من خلايا جسمك. ومهم تفهم ان الساعه دي مش مهتمه خالص بتعبك، الساعه دي مرتبطه ارتباط وثيق
بالضوء. اما بيقل الضوء بالليل جزء من المخ بيبعت وبيزود افراز هرمون الميلاتونين، وهرمون الميلاتونين مش بيجبرك على النوم، دي بس هي مجرد اشاره للاسترخاء. الهرمون ده بيزيد قبل النوم بساعتين، بيوصل لقمته في نص الليل تقريبا، وبيقل تدريجيا الصبح. وخلينا نقول معادلتين بساط: لو ضغط النوم مرتفع والميلاتونين مرتفع النوم هيحصل بسهوله، لكن لو ضغط النوم منخفض اخدت قيلوله طويله مثلا والميلاتونين زايد النوم للاسف مش هيحصل. اما لو ضغط النوم مرتفع والميلاتونين قليل بسبب ان في ضوء هتحس بالتعب، ولكن للاسف برضه مش هتعرف تروح في النوم. النوم علميا بيتقسم لمرحلتين: مرحله اسمها نون ريم سليب ومرحله اسمها ريم سليب، حركات عين سريعه وحركات عين بطيئه، وبنتحرك بينهم اثناء النوم في دورات كل 90 دقيقه. ودي اهم حاجه هتفهمنا الارق بعد كده. أول حاجة حركة النوم السريع، وسموها كده لأن العينين بتتحرك تحت الجفون بشكل سريع. نشاط المخ في الفترة دي بيكون فعلا عالي، ودي المرحلة اللي بيحصل فيها الأحلام الواضحة. الجسم كله مطفي في حالة استرخاء تام، لكن الدماغ في قمة نشاطها، ودي مهمة جدا لمعالجة المشاعر وترسيخ بعض أنواع الذاكرة، خصوصا الذاكرة العاطفية والإبداعية. أما مرحلة النوم بدون حركة عين سريعة دي بقى ليها 3 مراحل، أهمهم المرحلة الثالثة اللي بيسموها N3، ودي اللي بيحصل فيها سلو ويف سليب أو النوم العميق، ودي أهم مرحلة لاستعادة صحة الجسم ودعم المناعة وتنظيف المخ. والدورة الطبيعية بتحصل بين المرحلتين تقريبا كل 90 دقيقة. حلو، طب إيه بقى اللي بيحصل جوه دماغ الشخص اللي عنده أرق؟ في نموذج بتشيل ليه الدراسات العصبية اسمه فرط الاستثارة العصبية. الجسم مرهق لكن الدماغ ما بتهداش. يعني في دراسات تصوير عصبي اتعملت كتير لقوا إن دماغ الشخص اللي عنده أرق كان عنده زيادة في كل المؤشرات بتاعة دماغه أثناء فترة الليل، ولقوا ارتفاع في بعض مؤشرات التوتر والوظائف الحيوية زي معدل ضربات القلب كان برضو عالي في نفس الفترة. يعني كأن الجهاز العصبي في حالة تأهب، والنوم عشان يحصل لازم تكون كل حاجة في حالة استرخاء. بس هنا الوضع أشبه إن الدماغ في حالة مراقبة كده. والأرق غالبا مش بيحصل فجأة أو بدون سبب، يعني لازم في الأول يكون في عامل محفز: ضغط نفسي، امتحانات، فقدان شخص عزيز، مشكلة مالية، مرض. وفي الحالات دي الأرق اللي بيحصل بيكون بشكل طبيعي. لكن النوع التاني بيكون استجابة سلوكية غلط، يعني الواحد مننا يروح للسرير بدري ويقول لك أنا هعوض، أو يقلق عشان فكرة النوم، يعني إن هو دلوقتي أنا عايز أدخل في النوم في اللحظة دي، أو يفضل يبص في الساعة كل شوية: هو أنا ليه ما نمتش لحد دلوقتي؟ وهنا السرير بيبدأ يتملي توتر وقلق بدل ما يركز على النوم، وده اللي بيسموه في علم النوم conditioned insomnia، يعني أرق مشروط. أما السبب الثالث فهو استمرار الأرق رغم إن السبب خلاص اختفى، يعني حتى لو الضغط النفسي اللي احنا ذكرناه اختفى الأرق برضه بيفضل مستمر، وده بسبب إن اتحفر جوه الدماغ إن السرير بقى يقظة مش نوم. يعني كل ما فكرت وقلت أنا لازم أنام دلوقتي بيزداد القلق وبيرتفع هرمون التوتر الكورتيزول وبيعلى نشاط الدماغ. وأساس النوم إنه عملية لا إرادية، فعمرك ما تعرف تجبر نفسك على النوم. محاولة النوم زي إنك بتحاول تجبر نفسك على الهضم، فكل ما بيزيد الضغط للأسف كل ما بيزيد معدلات الأرق. والأرق ممكن يكون في بداية النوم، وده غالبا مرتبط بالتفكير الزيادة أو اضطراب في الساعة البيولوجية. وأرق الاستمرار ده غالبا بيكون مرتبط بالتوتر، إنك بتصحى في نص النوم ومش بتعرف تكمل. أما الاستيقاظ المبكر وده مرتبط ببعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب. والأرق طبعا بيأثر على جودة النوم، يعني مثلا مرحلة النوم العميق بتتأثر، بيقطع الريم سليب وبيزود النوم السطحي، وده اللي يفسر إنك أوقات بتنام ساعات كفاية بس للأسف ما بتكونش مرتاح. فواضح إن المشكلة هنا في الجودة مش في الكمية. فمعادلة الأرق ببساطة: الأرق دماغ نشطة أكتر من اللازم، سلوكيات أنت بتعملها بتغذي المشكلة، وعلاقة باظت ما بين الدماغ والسرير. السرير اتربط باليقظة، لو ما غيرتش الثلاثة دول النوم عمره ما هيتصلح. أكيد لو وصلت للحظة دي فبعد ما تعمل اشتراك هتكون فاهم احنا مش بنتكلم عن كليشيهات، ولا احنا بنتكلم عن نصايح تاخدها وتمشي بيها. هو فعلا كراش كورس عن النوم، في معلومات مفصلة هتفهمك عن واحدة من أهم التولز اللي ممكن تكتسبها في حياتك، لأن النوم حسب كل الدراسات واكتر حاجه ممكن فعلا تزود بيها انتاجيتك، تقلل بيها التوتر بتاعك، وتحقق بيها اعلى معدل للانجاز. ودلوقتي هو الحل لكل مشاكل النوم اللي انت عديت بيها. الموضوع مش سهل، لو سرحت شويه ركز عشان خلاص وصلنا لاهم مرحله. المرحله الاولى في العلاج لازم تكسر الارتباط الشرطي. ليه السرير بقى عدوك؟ لو انت عندك ارق مزمن قضيت ساعات كتير قوي في السرير بتفكر، بتقلق، بتراقب الساعه، بتحاول تجبر نفسك على النوم، دماغك اتعلم جواه حاجه خطيره، ان السرير توتر وقلق ومحاولات لإجبار نفسك على النوم. فكأن السرير زي تجربة بافلوف زمان بقى محفز إنك تنتبه أكتر من إنك تنام. والحل في إعادة برمجة السرير. أول حاجة ادخل السرير بس لما تكون فعلا نعسان، مش مرهق، مش تعبان نفسيا، فعلا نعسان عايز تنام. تاني حاجة لو ما نمتش من خلال 15 ل 25 دقيقة
قوم من السرير على طول، ما تقعدش تكافح تتقلب يمين وشمال تقول هنام يعني هنام. قوم وروح مكان باضاءه خافته واعمل حاجه ممله، اقرا مثلا حاجه بسيطه واستنى الشعور بالنعاس ده يرجع لك مره تانية، وبعد كده ارجع للسرير. في البدايه هتحس انك بتضيع فتره كده مش عارف تنام فيها، لكن بجد انت بتعمل اعاده برمجه لدماغك ولعلاقتك بالسرير، وبعد اسبوع لاسبوعين من الاستمرار على ده السرير هيرجع تاني اشاره بتقول لمخك ان ده وقت النوم. المرحله الثانيه سليب ريستريكشن، ودي اقوى اداه في العلاج، وساعات الناس بتفهمها غلط. هي مش حرمان من النوم، هي تضييع نافذه النوم بشكل مؤقت. والسؤال دلوقتي ليه؟ لان حاليا انت بتقضي 8 ساعات في السرير، لكن بتنام 5 وتقعد 3 ساعات يقظه كده في السرير ما بين كل المحاولات، وللاسف ده اكتر مغذي للارق. لكن الطريقه الصح هي كالاتي، وركز معايا. احسب متوسط نومك الفعلي خلال اسبوع، وليكن مثلا طلع 5 ساعات وتلت. وقتك في السرير 5 ساعات ونص، يعني لو هتصحى مثلا الساعه 7 ونص هتدخل السرير الساعه 1 ونص، مش الساعه 10 او 11 او 12، وتستمر على ده لمده اسبوع. هتحس بتعب بس ده مقصود، عشان اول حاجه ده هيرفع لك ضغط النوم، ولما ضغط النوم بعد فتره يبقى اعلى واكثر ارتفاعا النوم هيبقى بعد كده اسرع واعمق. ثالث حاجه راقب كفاءه نومك، وكفاءه النوم بمعادله كده بسيطه هي عدد ساعات النوم الفعلي على عدد ساعات السرير وتضربها في 100. لو انت وصلت ل 85 90% لمده اسبوع، يعني مثلا هتقعد على السرير 8 ساعات هتنام منهم 7 ساعات، تزود بعد كده 15، وتدريجيا هتوصل ان ال7 ساعات هيكونوا 7 ساعات نوم بشكل صحي. والدراسات بتقول انك اما تقلل او تحرم نفسك من النوم عشان تزود الضغط بتاع النوم، دي واحده من اقوى الادوات اللي هتجبرك بعد كده على النوم. المرحله الثالثه ثبت وقت للصحيان مهما كان ايه اللي حاصل، حتى لو نمت 3 ساعات بس. الساعه البيولوجيه بتتظبط الصبح مش بالليل، لان الضوء اللي بتتعرض له الصبح ده كانه هو اعاده ضبط المصنع بتاع الهرمونات بتاعتك. فلازم اول 20 ل 30 دقيقه بعد ما تصحى تتعرض لضوء شمس، افتح الشباك وعلى قد ما تقدر تقعد في الشمس شويه. ده هو اكتر ضابط لهرمون الميلاتونين اللي انا محتاجه قبل النوم بتاعي بساعتين. المرحله الرابعه حمايه الايقاع بتاع بالليل. فقبل النوم بساعتين ركز معايا، هنقلل الاضاءه على قد ما نقدر، نمنع الاضاءات المباشره اللي جايه من السقف ونعتمد على الاضاءات الجانبيه. هجنب نفسي اي شغل مكثف او اي نقاش فيه طاقه او جدل كبير. الجهاز العصبي بتاعك لازم يدخل في طور الاستعداد كده، اللي هو مرحله هبوط، عشان بعد كده هو محتاج يفصل. وافتكر النوم هو انسحاب تدريجي مش زرار بوقفه. المرحله الخامسه تفكيك فرط اليقظه، ولازم تفهم ان الارق بتاعك في الغالب هو مش نقص ميلاتونين، لكن هو زياده ادرينالين، يعني زياده توتر وزياده قلق وزياده تفكير مفرط. وده ممكن تعمله عن طريق تمرين التنفس، تاخد 4 ثواني شهيق 6 ثواني زفير، وتكرر ده لمده من 3 ل 5 دقائق. ده بيقلل نشاط الجهاز السمبثاوي، ودي ممكن تكون اسرع حاجه تدخلك في النوم. تاني حاجه اسمها بالانجليزي معقد بروجريسيف ماسل ريلاكسيشن، بس هي انك تشد الجسم بتاعك كله لمده 5 ثواني، بعد كده استرخاء لمده 10 ثواني، وتكرر ده اكتر من مره. التمرين ده بيدي لدماغك كده اشاره امان وهدوء واسترخاء بيحصل في كل عضلاتك. وخصص وقت للقلق، يعني قبل النوم اكتب كده لسته بالحاجات اللي قلقاك في حياتك الفتره دي، تبقى خلاص خرجتها من دماغك قبل ما توصل للمرحله بتاعه النوم، عشان ما يبقاش فيه اوفر ثينكينج والتريجرز او المحفزات اللي بتدخلك في الارق. المرحله السادسه اكسر العادات المدمره، يعني مفيش قهوه بعد الساعه 2، مفيش قيلوله بعد الساعه 2، لو رحت للسرير مش هقعد اراقب الساعه ولا اقول لنفسي لازم انام دلوقتي. ونصيحه جنب نفسك انك تاخد منومات. المنومات بتقلل وقت الدخول في النوم، لكنها بتغير بنيه النوم، يعني ممكن تديك اعتماد نفسي مشروط انك في كل مره عشان تنام وعشان تروح للعمليه اللا اراديه اللي انت فهمتها دلوقتي كويس جدا، مرتبطه بانك لازم تروح تاخد الحبايه او تحط الفيلم تحت لسانك عشان تدخل في النوم. فالشرط ده بتبقى علاقه صعبه وكانها اشبه بالادمان. كمان ان المنومات بتاثر على جوده النوم، خصوصا مرحله النوم العميق. النصايح دي بعد فتره من الفترات هتتعود عليها وهتنام بشكل طبيعي بدون ما تحتاج اي منومات او حبوب. وفي النهايه النوم مش رفاهيه، لا وقت ضايع ولا ضعف اراده. النوم هو البنيه الاساسيه لعقلك، هو اللحظة اللي دماغك بتنظف فيها نفسها وذاكرتك بتترتب، مشاعرك بتتعالج، وجسمك كله كأنه بيحصل له عملية إعادة ضبط مصنع. كل ليلة انت بتسهر فيها باستهانة انت مش بتوفر وقت، كأنك بتقترض من تركيزك، من هرموناتك، من استقرارك النفسي، من صحتك للأسف على مدار سنوات. وافتكر الأرق مش عيب فيك، هو نظام نومك خرج بس عن التوازن بتاعه، والحل مش في إجبار النوم لكن في إعادة ضبط الإيقاع. لما تقلل ضوء وتثبت مواعيد الاستيقاظ وتكسر ارتباط السرير
السرير بالقلق وترفع ضغط النوم بطريقه صح، وقتها النوم هيرجع، ومش خالص لانك اجبرته، لكن لانك شلت العوائق اللي بتمنع ان النوم يتم بشكل لا ارادي. لو وصلت اللحظه دي فتمنى تكون الحلقه مفيده، حاول تشاركها مع الناس اللي حواليك اللي عندهم مشاكل في النوم، وهتلاقي ملخص مكتوب للحلقه تقدر تستفيد بيه في اي وقت على مجتمعات عقليه اللي هتلاقيها موجوده من الروابط اللي موجوده في وصف الفيديو. افتكر الدال على الخير كفاعله. حتى نلتقي في حلقه اخرى، اتركك في رعايه الله وامره.